السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول جه يكحلها عماها. يعني ايه المثل ده؟ انا هقول لكم. كان في واحد متجوز واحدة وكان هيموت ويعرف هي بتحبه ولا لأ، خاصة ان هو كان بيحبها جدا. فقعد يفكر هيعرف وهيتأكد ازاي انها بتحبه، وراح الراجل لفكرة عبقرية جدا. راح جاب تعبان وشال السم منه وحطه عليه وهو نايم، وقعد يصوت فمراته دخلت عليه، قام عمل نفسه مات. فمراته بقى قعدت تصوت وتقول يا لهوي يا خراشي. الا ايه صحيح معنى كلمة يا لهوي ومعنى كلمة يا خراشي؟ استنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية عشان اقول لكم يعني ايه. المهم قعدت تصوت وافتكرت ان جوزها مات فعلا، وقعدت تقول يا جوزي يا حبيبي يا سبعي، هعيش ازاي من بعدك، هعيش ازاي من غيرك. فمن هنا جوزها اتبسط جدا واتأكد ان مراته بتحبه، ففتح عينيه وقال لها ما تخافيش ما تعيطيش، انا ما متش، ده كان مقلب، كنت عايز اعرف بتحبيني زي ما بحبك ولا لأ، بس خلاص الحمد لله انا اتأكدت. بس من هنا بقى الست مراته ما فرحتش، وقعدت تقول لجوزها انت واحد كذاب وشكاك وخطر عليا انا وعيالي، وكمان جايب لنا تعبان في البيت، ده انت رايحة منك على الاخر. المهم قعدت بقى تتخانق معاه وتعمل مشاكل، ودلوقتي هتلاقيهم في محكمة الأسرة ورافعين كمان قضايا على بعض. بتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة، وما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة حكايات وحكم وأمثال مع أم تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.